اللي مازال ما جربش هاد الخبز تونسيه وراكي مراضيه يا جدك في المول خيتكم وصديقتكم ام عبد النور. شوفي في الشربات انتي حبيبتي وديري لي كاس سكر جوج كيسان ما طفتي عليه تغليه فوق النار تحسبي 20 دقيقه وطفي عليه. من بعد جيبي هنا زلافه حطي عليها زوج حبات بيض ورشه ملح ونص كاس تاع السكر. ديري اقل من نص كاس سكر شويه باش ما تجيكش حلوه بزاف. وديري كاس غير ربع تاع كاوكاو محمص ومطحون وكاس غير ربع تاع الشابلير وصنتي لي مليح شاني راح نقول نهضر غير بشويه تاعها وتخلطي كلشي مع كي قالك مع بعض هكا. من بعد ديري مغرف كبيره فرينه مقبى ومغرف كبيره مايزينا مقبى وباكيه خميره الكاطو هادو كاع كيما راهم تخلطيهم حتى يولوا عجينه. من بعد ديري عليهم نص كاس تاع مارغرين دايبه وبارده هكا فتروح تطلقي عجينتك وتجيبي المول تاعك هذا مول الاسطوري يا بنيتي اللي راه داير حاله ها كاين نسيتيه تاع 30 على 10 سنتيم. هيا تدهنيه كاع بالدهان وتفرشي عليه داك خبز تونس تاعك وتكوني شاعل الكوشه تاعك تحمى تدخليه على نار متوسطه تخليه يطيب في غردو حتى اللي تشوفيه يطلع وتديري لك واحد 25 دقيقه تشوفيه يطلع نقولوا حنا ونشف لك تشعليه من الفوق يحمر وتخرجيه. من تخرجيه اسقيه وهو حامي والشربات بارده. ومن تسقوه ما تسقيش الحواشي في السني باش ما يسيلكش اسقيه نقولوا حنا غير في وسط المول تاعك هكا في العجينه ديريكت وتخليه يتشرب مليح. ديريه الصباح وحشيه بنيتي كي قالك تمتعي به مع كويس اتي الله الله. هاد الوصفه يا بنيتي زعما ديريه وعينك مغمضين. انا اللي قلتها لك واللي داروه قولوا لي كي جاكم.